السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمها هدى وعندها 38 سنة من قنا، والزوج اسمه حازم عنده 39 سنة. الاتنين اتجوزوا بقالهم 10 سنين مع بعض، ولكن ربنا ما رزقهمش هما الاتنين بأي خلفة أو أي أولاد. حاولوا إن هما الاتنين عند الدكاترة ولكن ما حصلش نصيب. اللي حصل إن حازم كان بيعوض مراته بإن هو ما خلفش، مش معوزها حاجة. الفلوس اللي هي عايزاها بتاخدها، والشقه بسم الله ما شاء الله فارهه وفيها كل الامكانيات، وما كانش معوز مراته اي حاجه. ولكن هي كانت موظفه برضو في احدى المدارس، يعني موظفه اداريه في احدى المدارس، علشان خاطر بدل ما تقعد في البيت يعني هي شغاله، لان هو اصلا واخدها موظفه فمكمله في الوظيفه بتاعتها. ولكن للاسف كان في دايما بينهم يعني خناقات برضو كده زيهم زي اي زوجين. واللي حصل ان هدى حبت واحد عندها في الشغل اسمه وائل، استلطفته واستلطفها، هما الاتنين قاعدين في المكتب مع بعض على طول. الشغل بتاعهم قليل، الكلام طبعا بينهم بيبقى كتير، والمحادثه بينهم بتبقى كتير، وعلى الواتساب بعد ما يروحوا بدات انها تفتح له الموبايل بتاعها، بص الشقه بتاعتي عامله ازاي، وانا عم موضباها ازاي، وانا مخليها ازاي. كل ده طبعا عشان خاطر بعد كده يقول لها وانا اجي اشوف الشقه بتاعتك وتعزميني عليها ولا حاجه، كوبايه شاي ولا حاجه. وحصل حقيقي، حصل حقيقي ان هدى عزمت زميلها وائل على انه يشرب معاها شاي في الشقه بتاعتها في عدم وجود زوجها. وراح لها وائل، ومن اول زياره تمت العلاقه بينهم هما الاتنين علاقه كامله. وكل ده طبعا والزوج ولا يعرف اي حاجه، الراجل بيخرج من بيته الصبح ويجي اخر النهار. لغايه ما هنا بقى بدات ان هي تفتعل الخناقات مع زوجها. وكانت الخناقات ديت اللي كانت بتعملها بقى كانت مقصوده. وعملت ايه كمان، واتخانقت مع وائل. ولكن الخناقه بتاعت وائل برضو كانت مقصوده. وائل اللي هو زميلها في الشغل، هما الاتنين قاصدين ان هما يتخانقوا قدام الناس كلها، علشان خاطر يعرفوا الناس ان هما الاتنين يعني بدل ما هما اصحاب وي لا دي احنا اتخانقنا مع بعض. وراحت شاكيه لجوزها وقايله لجوزها ان هو وائل متخانق معايا في الشغل واشتكاني ومحوليني للتحقيق. وراح مكلمه هو في التليفون وحاول ان هو يصلح بينهم. طيب بص تلاقي بقى هنا ايه اللي حصل، ان هي اتخانقت كمان مع جوزها خناقه جامده، تمام، وبحيث ان الجيران كلها تسمع بقى كل شويه، بحيث ان الجيران يشهدوا ويقولوا ان كان في بينهم خناقات هما الاتنين. ليه ده كله بقى؟ خدوا بالكم بقى من اللي جاي هنا. هنا اتفقت هي ووائل ان هو يروح عندها البيت. ازاي؟ ان هي هتتفق مع جوزها وتقول له حاول بقى ان انت تصلح ما بيني وبين زميلي اللي في الشغل دوت، علشان خاطر مشتكيني وانا مش عارفه كده اعمل ايه. فطبعا هو كلمه مره واتنين، فخلاص عزمه عنده في الشقه ان هو يقعد معاه عنده في البيت، ويحصل حاجه نعملها نعزمه عندنا في البيت يشرب شاي وتكلمه وتقنعه كده. قال لها طب خلاص ماشي. وحصل حقيقي، وراح وائل عندهم البيت. وعملوا ايه؟ راحوا حاطين في العصير طبعا مخدر لمين؟ لجوزها. وراحوا ادى الراجل عده طعنات اللي هو وائل. الله. وائل ضرب حازم عده طعنات، وبعد كده حطوا عليه كلور عشان خاطر لما الجثه تتحلل ما تطلعش ريحه. ايه ده كله ده؟ وخد بعضه وراح ماشي. وهي طبعا كانت مفهمه الجيران ان كان في خناقات بينها وبين جوزها، وراح واخده بعضها كمان وراحت ماشيه. وكأن بقى ايه، هي مش عايزه ترجع للراجل ده تاني من كتر الخناقات. المهم الشقه قعدت مقفوله 5 ايام 10 ايام. بدات الريحه تطلع، الناس تشتكي، تكلمها في التليفون، لا انا مش هرجع له تاني. انتوا عارفين هو تلاقي هو بس عشان خاطر ما بينضفش الشقه ولا حاجه، ولا تلاقي سايب حاجه في الثلاجه. يا بنتي انت تعالي شوف الريحه دي، لا 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 مش هروح، لا انا ماليش دعوه بيه. هو تلاقي من كتر الاهمال اللي هو فيه سايب حاجات في الثلاجه، النور يقطع ولا حاجه تلاقي الحاجه فسدت. المهم الريحه بدات تزيد تزيد تزيد، ويكلموها. بعد كده الموبايل غير متاح، راحوا متصلين بالايه؟ بالاجهزه الامنيه. الاجهزه الامنيه جت فتحت الشقه، بصوا لقوا جوه حازم مرمي على الارض متحلل بعد 20 يوم.
كانت لغز طبعا بالنسبه للاجهزه الامنيه، وبداوا ان هم يستجوبوا الزوجه طبعا اصطنعت البكاء، ويا ريتني ما كنت سبتك، ويا ريتني ما كنت غضبت عند امي ولا ابويا، يا ريتني كنت مش عارف، وقعدت ايه كل ده علشان خاطر ايه يعني تكسب الميراث اللي هو سايبه، علشان خاطر ما حدش يشك ايه فيها. ولكن طبعا الاجهزه الامنيه بتجيء الخناق عليها، وبدأوا ان هم يعرفوا ان هي على علاقه بواحد في الشغل اسمه وائل، وان هم كانوا متخانقين مع بعض. طب ايه زي متخانقين مع بعض؟ طبعا الكلام دوت ما دخلش في دماغ الحكومه. بدأوا ان هم طبعا هنا ايه يحققوا معاها ويحققوا مع وائل، وبتضييق الخناق عليهم وبتفريغ الكاميرات عرفوا ان هم الاثنين اللي قتلوا مين حازم، وهم اللي حطوا عليه الكلور دوت بعد ما قتلوه، علشان خاطر الريحه ما تطلعش بسرعه ويتحلل ويقعد مده طويله في الشقه، ويبعدوا الشبهه عنهم هما الاثنين. يعني اطلبي من جوزك الطلاق وسيبيه، بدل ما تجيبي واحد يقتله وتعملي القصه دي كده كلها ان انت اتخانقتي معاه وان انت تجيبيه دوت يقتله في البيت. ايه ده؟ ليه ده كله؟ عشان خاطر ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.